عسلامة ومرحبا بكم على قناة كويزينتي تونسية. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة سهلة على الاخر ونستعملوها برشا في رمضان، اللي هي وصفة البريك بالعظمة. برشا الناس ما تعرفش تركح العظمة في وسط البريك، ما تعرفش شنية نجمو نحطو في وسط العظمة بالبريك. دونك هاني جيتكم جبت لكم كيفاش نقدوها. الطريقة بسيطة على الاخر وسهلة على الاخر. مكوناتها موجودة معناتها في كل دار براتيكمون. جوست تشري الورقه نتاع الملصوقه وتبدا. دونك هنا خديت ورقه ملصوقه، حطيت فيها كميه نتاع جبن رابي. الجبن اللي عندي غريير موتزاريلا اللي تحب انت. هنا عندي جبن كويستو هذايا هاكم تراو فيه، هذايا نستعملو ياسر في الطاجين، يجي بنن على الاخر وهو سبيسياليتي طاجين الحقيقه ولا غراتان ولا حاجه. و او ميم طون كي تعملوا في البريك زاد يبنن. سينو تحب تزيد في بلاصتو جبن كالتريونغل مثلثات نجم تحطو. ما عندك كان الرابي تعمل كان الرابي باهي. تحط العظمه من فوق. انت علاش تحط ملوطه البريك الجبن؟ باش يخشن كالورقه نتاع الملصوقه ما تنقبلكش في ساعه بالعظمه. او ميم طون تسيح مع العظمه تجي بنينه. فوقها تحط العظمه معناتها جبن رابي، وفوق العظمه فوقه الطن، فوقه شويه فلفل اكحل وشويه ملح، وتحطها على روحك في الزيت. يكون الزيت سخن، ومن بعد تحطه على معناتها النار تكون متوسطة باش بالعاني تطيب لك الكعبة كيما من داخل كيما من برا. ونعطيكم بعد لاستيوس كيفاش باش تجيكم العظمة مروبة باهي. لهنا باش نطيبها كيما من داخل كيما من برا. وقت اللي نحط كعبة البريك نبدا نحط فوقها الزيت اللي هو ديجا يكون سخون هكاك، وهي قاعدة تطيب لي ملوطة بطبيعة نار قلت لكم هادية مش قويه باش ما تحرقليش الورقه من برا. وتاخذ العظمه وقتها باش تطيب من داخل، تسقيها بالزيت من فوق وتخليها من بعد حتى يكشي اللي تطيب الكعبه ملوطه. وديجا وانتي قاعده ترى فيها من فوق ترى اللي الفص قاعد يبس وقاعد يعمل في كوش اغمق من اللي هو فيها دو فاسون قاعد يطيب. بعد ما تكمل تطيبها على الشيره الاولانيه، اشنية باش نعملو؟ باش نقلبوها على الشيره الثانيه باغي نفس الحكايه. نقلبوها على الشيره الثانيه بالفرشيطه والسكينه باش العظمه ما تتفلتليش لبرا من شيره الحله ذيك الثانيه، ونقلبها كيف هايك حمارت. نخليها نفس الوقت تطيب ملوطه بنفس قوه الزيت، قوه السخانه معناتها قوه النار، باش تقعد العظمه تطيب لي كيما من فوق كيما ملوطه هكاك. تجي كعبه البريك نتاعك طايبه وما هيش مروبه، و ميم طون الورقه نتاعها ناضجه. هنا الكعبة الأولى والحمد لله هاكا الفصريتو كيفاش أصفر معناتها طايب. نمشيو للكعبة الثانية كيف ديما نفس الحشو. راك تنجم فما ناس تعمل حشو آخر اللي هو بطاطا مرفوسة معناتها تسمطها ولا تفورها ترفسها، وبعد تحط معها شوية معدنوس وشوية تن وتحطهم مع بعضهم، ومن بعد تحط فوقهم العظمة. هذا هو أسهل بريكة أنا لقيتها جبتها لكم. جبن رابي، عظمة، تن، شوية توابع جبن وإلا شوية كويستو وشويه ملح وشويه فلفل اكحل باش تجينا البريكه نتاعنا مقدره بالباهي في الملح. كيف نشد الكعبه على جناب ونطوي، بعد نهزها من فوق ونحطها لهنا. ايش عملنا؟ نقوي شويه في الغاز كي نحب العظمه طايبه من برا ومروبه نقصه شويه طريب. نقوي شويه في الغاز والعظمه نحاول البريكه نحاول نقلبها مره على اليمين مره على اليسار، ما نبقاش مره نقلب يمين مره يسار للي تتفرت لي سورتو كي نبدا انا ديبيوتون. واضح؟ اللي هنا مشينا للكعبة الثالثة كيف ديما نفس الحشو. تنجم تزيدها زيتون مقصوص، تنجم تزيدها كبار، تنجم تزيدها اللي تحب في الوسط. المهم هو اسمه بريك بالعظمة، يعني تحط فوقه العظمة. باهي نثني كالعادة على جنب ونسكرها، نهزها بيدي من فوق بالبنسي ونوصلها بالصحن، مش نهزها كي تطلق القراية تشيح لي لوط. هنا تحبها طايبة مثلا ناضجة القشرة من برا ومن اللوط، او كان انت تخاف تحل تنجم تعمل لك الطبقة ذيك من فوق تنزل عليها بالفرشيطة باش ما تخرجش العظم. ريتو هنا قويت شوية في الغاز تقعد العظمة مروبة من داخل وتجيب لك القشرة من فوق، معناتها ورقة الملصوقة تجيب تولي تتقرمش والعظمة تقعد مروبة من داخل وانتي تنحيها. تحبها مروبة والقشرة معناتها والورقة متاع الملصوقة ما تتقرمشش برشا، تقلبها على اليمين تقلبها على اليسار وتبقى مازلت معناتها ترى الفصل الابيض كيفاش تكبس، هي ديجا تتنفخ البريكة وتنحيها على روحك. باهي
اذا هذه كانت وصفه البريك متاعنا لليوم. ان شاء الله تلقاوها سهله وتستحسنوها. الزيت متاعكم راهو يلزمو ديما يكون متوسط في السخانه باش تتحكموا فيها اذا كان الكعبه معناتها تحبوها طايبه بالباهي. تقويوا شويه اذا تحبوها مروبه من داخل والكعبه طايبه من برا معناتها زاده. هكا سهلة معناتها. الاستيوس تلعب بالسخانة متاع الزيت وبالفرشة إذا تحبها مروبة جملة ما تسقيهاش من أصله بالزيت من فوق. حط الكعبة وقعد اخزر لها طابت على الشيرة واقلبها على الشيرة الأخرى وهز ناحية تلقاها مروبة. كانت هذه دبرتنا لليوم وصفتنا لليوم. نقولكم صحة وبشفاء وشهية طيبة وسلام. تنساوش تابوني ورواحكم إذا كنتم جدد معنا في القناة ولايكيفو بيان سور إذا كان عجبكم المحتوى. دونك لي لايك. نحبكم برشا وسلام. خليكم مع التصاور. هذا يا بريكي كيفاش حضر. دونك وريتكم 4 كعبات كيفاش معناتها باش يكونوا من المروبة للطايبة للمتوسطة. ان شاء الله يا رب تكونوا استحسنتوا الفكرة وان شاء الله لقيتوها سهلة. وهكا ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة.